مرحبا، جاي إلى موقع جميل جدا يمكن الكثير ما يعرف عنه في المدينة. تخيلوا المبنى هذا كأنك في اسطنبول في الشام. هذه زاوية ثانية للمبنى. هذه محطة سكة حديد الحجاز اللي كانت في فترة من الزمن توصل من دمشق إلى المدينة المنورة. تضاربت الآراء حول عام إنشائها، ولكن يقال 1908 في عهد السلطان عبد الحميد الثاني وهو اللي أنشأها. المنطقة اسمها العنبرية، زين، وفيها أيضا هذا المسجد، مسجد العنبرية. شوفوا شكله وطابعه كأنك في اسطنبول. هذا المسجد أيضا جميل جدا بجانب السكة، وهنا معلومات عن سكة حديد الحجاز. وهذا الموقع هنا مكتوب عام 1326 هجرية. كانت الرحلة تستغرق 5 أيام. المكان جدا جميل، فيه تاريخ عميق جدا. بندخل داخل لأنه حولته هيئة السياحة والآثار إلى متحف المدينة. هذا هو المدخل، مكتب الآثار المدينة المنورة. هنا متحف المدينة المنورة، وهذه مواعيد الزيارة لا أحد يسألني. هذا المتحف فيه العديد من الصور. هنا صورة عام 1907 للمدينة. شوفوا التطور الكبير والفرق الشاسع. هذا المتحف فيه العديد من المقتنيات الأثرية من أيام الدولة العثمانية، وتؤرخ أيضا لحقبة زمنية مهمة. في غرف كثيرة جدا ومنوعة تحكي تاريخ المنطقة بشكل عام، مصمم بشكل جميل مرتب. وحتى السلالم كما هي، يعني بالطراز القديم. شوف هذه هنا كلها غرف، وكل غرفة فيها تحكي شيء معين. يعني مثلا هنا المدينة المنورة في العهد النبوي. النقوش الجميلة في المكان، الآثار، تصميم مميز، والزوار ما شاء الله. أعجبني المكان، فيه طاقة إيجابية جميلة ومميز ومنوع. الآن بنشوف برا الساحة الخارجية أهم من هنا. على فكرة طبعا أنا وأنا أتجول داخل الغرف هذه كلها لمحطة السكة، هي القديمة نفسها ولكن رممت. شوفوا الآن موقع القطار بطلع بعد شوي. هذه سكة الحديد، زين، وغرفها وكل شيء تحولت إلى متحف. وهنا الساحة الخارجية، هذه موقع القطار وبنشوف مكانه الآن. تتخيل أن هذه السكة الحديد كانت في فترة من الزمن متصلة إلى دمشق، ولكن دمرت في الحرب العالمية. هنا مقاعد انتظار القطار، والقطار يوصل إلى هنا، زين، وينزل بعدها إلى سكة الحديد. ومن السكة الحديد إلى الحرم مباشرة تقريبا على رجلك ما يتعدى نصف ساعة، قريب جدا. هنا مقطورة صغيرة للمتبقي من آثار القطار العثماني القديم. وهنا الساحة الخارجية جميلة جدا، حديقة غناء. الجميل في الأمر أن رائحة الماضي تنبعث من هذا المكان بتفاصيله، بأشياء. مشكورين على الاهتمام بهذا المعلم، لأنه يوثق أيضا تاريخ مهم وحقبة زمنية هامة، وكما تلاحظون تفاعل الناس معه. الآن أنا أتمشى بين عربات القطار. طبعا هي مرممة الآن ولكن بطرازها القديم، والسكة ما زالت محتفظة بوضعها. طول القطار 1320 كيلو من دمشق إلى المدينة. هذا جزء الباقي فقط. شوفوا رائع. هذه بعض العربات تحولت إلى مقاهي، مطاعم، قاعات للمحاضرات، للأمسيات. شيء جميل. المكان كبير جدا، يحتاج للرياضة. يعني اللي بيجي لازم يكون واثق من نفسه انه يمشي. الى 8 في الليل يفتح. اتمنى استمتعتوا معي في هذه الجولة في سكة حديد الحجاز بالمدينة المنورة كذا.